أعظم مؤامرة منذ نشأة الإسلام دون مبالغة. بقول لكم تسلسل هذه المؤامرة إلى عالمنا اليوم، وعمر رضي الله عنه كشف هذه المؤامرة ومن أين تأتي. قال عمر: وددت أن بيننا وبين فارس جبلا من نار لا يصلون إلينا منه ولا نصل إليهم. شوفوا النظرة البعيدة القائد الكبير عمر رضي الله عنه. اسمعوا هذه العبارة الخطيرة توضح لكم المشهد بالكامل. كنا ملوك الدنيا وساداتها حين كان العرب حفاة عراة يرعون الإبل بالصحراء ثم غلبونا بالإسلام. ركزوا يا أخوان، هذه خطرة. أما آن الأوان أن نغلب بالإسلام كما غلبوا. هذه المقولة كانت مشهورة بين الباطنيين الذين كانوا في فارس. تنفيذ أولى خطوات هذه المؤامرة الكبيرة بقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه، ظنا منهم أن الأمة ستنهار من بعد عمر رضي الله عنه، ولم يعلموا أن هناك رجال خلف عمر ينهضون بالأمة من جديد. ولم تتفكك الدولة، والسبب حفظ الله عز وجل لهذه الأمة ثم الرجال الصادقين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وجاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه هذا المظلوم وأصبح خليفة، واستمرت الفتوحات وعطاء ورخاء. وفي خلافة عثمان يا أخوان كانوا يريدوا الباطنية تحريف القرآن الكريم، فسكر الباب عليهم عثمان رضي الله عنه ووزع المصاحف على الولايات. هنا جنون الباطنية، وعندما أفشل مخططهم بدأوا يأججون الناس. لكن يا أخوان من خباثتهم هؤلاء الأشخاص لم يقولوا نريد تحريف القرآن، لكنهم قالوا أن عثمان ظالم ويعين أقربائه ويوزع الأموال، وهم كذبة وهم كذابين. فدخل معهم شردمة من الناس، وخرجت مجموعات من البصرة والكوفة ومصر، ودخلوا المدينة متسللين هؤلاء وحاصروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وأسأل الله العلي العظيم أن ألقى الله وأنا أدافع عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه في كل موقع وفي كل مكان، وأنا أدافع عن هذا المظلوم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. تفاصيل ما حدث شيء يدمي القلب. خليفة المسلمين يدخلون في داره، والمصري يضرب في الترقوة بحديدة وهو شيخ كبير، شيء مؤلم. وقتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهاجت الفتنة. هاجت 5 سنوات هاجت الفتنة. بعد ذلك انتهى مشروعهم الأول وهو تحريف القرآن، لأنهم علموا أنهم لا يستطيعون، وأن الله عز وجل حفظ القرآن الكريم. الآن تغير مسار مخططهم إلى استمرار الفتنة، ودارت أحداث أليمة لمدة 5 سنوات بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. ثم جاء معاوية هذا الأسد رضي الله عنه وأفشل كل مخططاتهم، وسكنت أمور الدولة لسنوات طويلة لم يظهر هؤلاء أصحاب الفتنة. وعند وفاة معاوية رضي الله عنه وأرضاه هنا عادت الأمور، وبدأوا يفتنون بين المسلمين، وبدأوا يرسلون الكتب، وحدث ما حدث من مآسي. واستمرت الدولة الأموية ولم يظهر هؤلاء، إلى أن انتهت الدولة الأموية وجاءت الدولة العباسية، وتوغل الفرس والحاقدين على الإسلام في بعض فتراتها. الآن يا أخوان في هذه الفترة بدأ الوضاعين بوضع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كذبا وزورا، ومجلدات كتبت. وسبحان الله العلي العظيم رجال حفظوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مثل البخاري ومسلم، ولا نقول أن كل ما ذكروا صحيح والعياذ بالله، لكن درجات الصحة في هذه الكتب كبيرة جدا. وبعد حفظ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الكتب لجأوا إلى الروايات المكذوبة، وللأسف للأسف للأسف مرروا كثير منها التاريخ الإسلامي. يعني تخيلوا حجم التزوير اللي بقول لكم. مثلا فضائل علي رضي الله عنه وآل البيت فوق 250,000 رواية مكذوبة. أنتم متخيلين العدد؟ الآن أبي أطلب منكم أخواني، أبي أذهانكم حاضرة معي. هذا الكلام أول مرة يمكن تسمعونه. أبسألكم سؤال إخواني مهم جدا: هل سمعتم بالإسرائيليات؟ الإجابة قولا واحدا: نعم سمعنا فيها، وهي أخبار من بني إسرائيل نأخذ منها ما يوافق ديننا ونعرض عن الكثير منه. طيب السؤال الثاني يا أخوان: كم من مسلم ترك دينه ودخل في دينه بسبب الإسرائيليات؟ أنا بجاوب عنكم: لا يوجد، لا يوجد. كم منكم يا أخوان سمع بالفارسيات أو الكوفيات أو البابليات؟ يمكن معظمكم يقول لي أول مرة نسمع فيها. شوفوا إخواني، الفارسيات هي الروايات المكذوبة التي دست تاريخنا الإسلامي. الآن السؤال الأخطر: كم مسلم اتبع الفارسيات وبدأ يطعن بعمر وعثمان ويطعن بعرض الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كم واحد؟
ملايين البشر. أنتم متصورين حجم الخطر وسياسة الفارسيات منذ القدم، وهي الروايات المكذوبة التي دست في تاريخنا الإسلامي، سياسة تخدير عقول الناس ثم حقن أجسادهم بالروايات المسمومة. مثل هؤلاء البشر كمثل الذي ذهب إلى الطبيب ليخلع ضرسه، وعندما أراد الطبيب أن يخلع ضرسه بدأ يتألم ويقاوم من شدة الألم، ولكن عندما وضع له الطبيب المخدر بدأ يخلع ضرسه وهو يبتسم والدماء تسيل من فمه. السلام عليكم.